السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هارون. السلام، وأنا اسمي هاجر. مرحبا بكم على قناتكم إكسترا ماث. صباح الخير يا أبطال الرياضيات. صباح النور. اليوم غادي نتعرفوا على نوعين مهمين من الزوايا، les angles complémentaires et les angles supplémentaires. شكون يقدر يقول لي شنو هما les angles complémentaires؟ أستاذ، واش هي الزاويتين اللي مجموع القياسين ديالهم 90 درجة؟ نعم بالضبط، ممتاز يا هارون. إذا نقولوا les angles complémentaires هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 90 درجة. يعني مثلا 30 درجة و60 درجة هما des angles complémentaires. نعم فهمت. أنا أيضا. أستاذ، عندي واحد السؤال، واش ضروري يكونوا حدا بعضهم؟ سؤال جميل. لا، ماشي ضروري يكونوا متجاورين. المهم هو المجموع ديال القياسين يساوي 90 درجة. واش فهمتوا مزيان؟ فهمت. حتى أنا فهمت. دابا نمروا للنوع الثاني لي زونغل سوبليمونتير. شنو يمكن يكون تعريف ديال لي زونغل سوبليمونتير؟ يمكن يكون مجموعهم 180 درجة؟ رائع. لي زونغل سوبليمونتير هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 180. اعطيني يا هاجر شي مثال. مثلا 70 درجة و110 درجة. ممتاز. ولا 120 و60 درجة المجموع ديالهم هو 180، إذا هما دو زونغل سوبليمونتير. أستاذ، واش الزاويتين المتجاورتين على مستقيم يكونوا دائما سوبليمونتير؟ نعم، إذا كانوا كيكونوا زاوية مستقيمة فالمجموع ديالهم 180 درجة، يعني سون سوبليمونتير. دابا سؤال سريع، إذا كانت زاوية قياسها 35 درجة، شحال خاص الزاوية الأخرى باش تكون كومبليمونتير معها؟ 90 ناقص 35، إذا قياس الزاوية اللي بغينا هو 55 درجة. ممتاز. دابا سؤال واحد آخر، إذا كانت الزاوية قياسها 70 درجة، شحال خاص الزاوية الأخرى باش تكون سوبليمونتير معها؟ 180 ناقص 70 تساوي 110. غادي نقياس الزاوية اللي بغينا هو 110 درجة. فهمت، شكرا. برافو عليكم. هكذا نكونوا فهمنا الفرق بين لي زونغل كومبليمونتير ولي زونغل سوبليمونتير بسهولة. دابا غنهضروا على لي زونغل ادجاسون. دو زونغل ادجاسون هما جوج زوايا عندهم نفس الراس، عندهم ضلع مشترك وجايين حدا بعضهم. مثال بسيط، الا كان عندنا النقطه اس وزاويتين كيشتركوا في الضلع اس كيو، اذا هما دو زونغل ادجاسون. واش فهمتي؟ فهمت. مزيان. هكذا نكونوا كملنا الجزء الاول من هذا الفيديو، نتلاقاو في الجزء الثاني من دابا شويه. راه غنخدموا جوج تمارين داعمة. ما تمشيو فين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الجزء الثاني من هذا الفيديو، دائما على قناتكم إكسترا مات. من بعد ما شفنا في الجزء الأول التعريف ديال كل من لي زونغل كومبليمونتير أو لي زونغل سوبليمونتير وكذلك لي زونغل أدجاسون، دابا غنشوفوا في هذا الجزء الثاني جوج ديال التمارين، نشوفوا واش فهمتوا مزيان ما تم التعرف عليه في الجزء الأول من الفيديو. على بركة الله نبدأ بالتمرين الأول اللي فيه جوج ديال الأسئلة كما تلاحظون أمامكم. السؤال الأول يقول: Reliez chaque type d'angle avec sa définition. Angle plat, angle droit, angle aigu et angle obtus. l'angle plat بالعربية هي الزاوية المستقيمية. كما كتعرفوا الزاوية المستقيمية هي زاوية قياسها 180 درجة، يعني غادي نسيروها بخط مع الخيار الثاني. C'est un angle qui vaut 180 degrés. دابا l'angle droit. لونغل دغوا بالعربية هي الزاوية للقياس ديالها هو 90 درجة، يعني غادي نصيروها مع الخيار الأول. سيتان لونغل كيفو 90 دوغري. بقات لينا لونغل ايغو اي لونغل اوبتوس. بالعربية لونغل ايغو هي الزاوية الحادة ولونغل اوبتوس هي الزاوية المنفرجة. أكيد أنكم تعرفتوا على الجواب الصحيح. لونغل ايغو سيتان لونغل دون لا فالور est compris entre 0 degré et 90 degrés. بينما l'angle obtus c'est un angle dont la valeur est compris entre 90 degrés et 180 degrés. كنتمنى أنكم استطعتوا تجاوبوا معايا على هذا السؤال الأول اللي
سهل جدا، يستدعي فقط استحضار التعريف الأساسية ديال الزوايا. ندوزو كذلك السؤال الثاني اللي حتى هو سهل جدا، يستدعي فقط تكون عارف تمييز بين لي زونغل كومبليمونتير اي لي زونغل سوبليمونتير اي لي زونغل ادجاسون. قال لنا هنا سيتي لا غولاسيون اونتر لي زونغل سويفون، يعني غادي تشوف الشكل مزيان وغادي تشوف واش سون دي زونغل complémentaires ou bien deux angles supplémentaires ou bien deux angles adjacents. كما كتلاحظوا في الشكل الأول عندنا هاد جوج ديال الزوايا R S Q الزاوية Q S P. كما كتلاحظوا فهاد الزاويتان عندهم نفس الرأس اللي هو S. هاد S هذا والرأس ديالهم بجوج، يعني عندهم رأس مشترك وكذلك عندهم ضلع مشترك اللي هو هذا كي اس. كنعرفوا ان الزاويتان ملي تيكون عندهم راس واحد وكذلك ضلع مشترك، بالاضافه انهما وحده فيهم حدا الاخرى، هي الزاويه الاولى وهي الزاويه الثانيه. هنا ما تيهمناش القياس، في هذه الحاله ملي تلقاو شي زاويتين عندهم هاد ثلاثه ديال الشروط، عندهم راس مشترك وضلع مشترك وكذلك وحده فيهم حدا الاخرى، هنا كنسميوهم زاويتان سو سون دو زونغل ادجاسون. يعني هنايا غادي نحاولوا نكتبوا هنايا دو زونغل ادجاسون. ندوزو للشكل الثاني. الشكل الثاني في هذا الشكل عندنا جوج ديال الزوايا A B C اللي القياس ديالها 30 درجة، وعندنا كذلك الزاوية E D F اللي القياس ديالها 60 درجة. كتلاحظوا ان هنايا جوج ديال الزوايا متباعدين على بعضياتهم، ما عندهمش نفس الرأس، ما عندهمش حتى شي ضلع مشترك، يعني نو سون با دو زونغل ادجاسون. هنا بقى لي الخيار واش سون دو زونغل كومبليمونتير ولا دو زونغل سوبليمونتير. نشوفوا نتذكروا التعريف ديال كل وحده فيهم، ديال كل نوع فيهم. دو زونغل كومبليمونتير هما جوج ديال الزوايا الى جمعنا القياسات ديالهم غيعطيونا 90 درجه. 90 درجه اذا هنايا 30 زائد 60 اكيد انها غتعطينا 90 درجه، وبالتالي الجواب الصحيح هنايا غادي يكون هو دو زونغل كومبليمونتير. غادي نحاولوا نجيبوا دو زونغل كومبليمونتير نكتبوها هنايا. ندوزو دابا الشكل الثالث، عفوا هذا الشكل فيه جوج ديال الزوايا. الزاويه الاولى هي ام ان ال الراس ديالها هو ان، والزاويه الثانيه هي اي جي كا الراس ديالها هو جي. كما كتلاحظوا هاد جوج ديال الزوايا ما عندهمش نفس الراس وما عندهمش حتى شي ضلع مشترك، يعني نو سون با ادجاسون. نشوفوا دابا واش كومبليمونتير ولا دو زونغل سوبليمونتير. القياس ديال الزاويه اي جي كا هو 120 درجه، 120 درجه، والقياس ديال الزاويه ام ان ال هو 60 درجه. اذا الى جمعنا 60 زائد 120 غادي تعطينا 180، وجوج ديال الزوايا القياس ديالهم هو 180 درجه، كيتسموا دو زونغل سوبليمونتير. يعني هنايا في هذا الفراغ غادي نحاولوا نكتبوا دو زونغل سوبليمونتير. وهكذا اعزائي المشاهدين سالنا من التمرين الاول. التمرين الثاني اعزائي المشاهدين هو كما تلاحظون امامكم كيتكون من جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول فيه سؤال واحد، والجزء الثاني فيه 4 ديال الأسئلة، السؤال A B و C و D. السؤال يقول soit ABC et EFG deux angles complémentaires. دو زونغل كومبليمونتير هما جوج ديال الزوايا القياس ديالهم كيساوي اولا المجموع ديال القياسات ديالهم كيساوي 90 درجة. قال لنا سي E F G يساوي 25 درجة، quelle est la mesure de l'angle A B C. يلا دو زونغل كومبليمونتير والقياس ديالهم خاص يعطينا 90 درجة، والاولانية فيها 25. يعني اش غادي نديرو باش نلقاو القياس ديال A B C؟ غادي نديرو اش A B C زائد E F G تساوي شحال؟ 90 درجة من خلال هذا الشرط ديال كومبليمونتير. إذا دونك ABC قياس ديال الزاوية ABC كيساوي 90 درجة
نقص منها او اف جي اللي كتساوي 90 درجة ناقص 25 درجة، و90 ناقص 25 أعزائي المتابعين كتعطينا 65 درجة. في السؤال الثاني كنلقاو سواء ام و ان اي ا و بي دو زونغل كما هو موضح في الشكل التالي. الزاوية ام او ان هي الزاوية ا و بي كما ملي حطيناهم في الشكل حاول شكلوا لينا هنا مستقيم وهنايا كذلك عندنا مستقيم آخر. يلا نبداو بالسؤال الأول. قال لي لي زونغل ام و ان هيا ام و ان ولونغل ا و ام هاد الزاوية الأخرى ا و ام قال لي سون، يعني خاصني نعرف كي العلاقة اللي بين هاد الجوج ديال الزوايا. من خلال ما تم التعرف عليه في الدرس شفنا بزاف ديال العلاقات بين الزوايا، أهمها لي زونغل كومبليمونتير، لي زونغل سيبليمونتير اي لي زونغل ادجاسون. عندنا جوج ديال الزوايا عندهم نفس الرأس هو او، وكذلك ضلع مشترك يعني سون ادجاسون. وكذلك يمكن لنا نلاحظوا كذلك ان هاد جوج ديال الزوايا من خلال الشكل فهما كيشكلوا لنا زاويه مستقيميه ان اونغل بلا، يعني الا جمعناهم غادي يعطيونا 180 درجه، وبالتالي فهما زاويتان دو زونغل سوبليمونتير. هكذا نكونوا جاوبنا على السؤال الاول. غندوزو دابا للسؤال الثاني اللي فيه سي ان او بي. فين هي ان او بي؟ بعدا هي ان او بي الا كانت كتساوي 130 درجة شنو هو القياس ديال الزاوية ام او ان؟ هي ام او ان، هذه هي الزاوية اللي بغينا نشوفوا القياس ديالها. كما كتلاحظوا هاد جوج ديال الزوايا، الزاوية اللي عطاونا في المعطيات والزاوية اللي بغاونا نحسبوا القياس ديالها، هادو سون دو زونغل سوبليمونتير كما شفنا في السؤال الاول، او لا بحال السؤال هذا شفناه في السؤال الاول سون دو زونغل سوبليمونتير، يعني الا جمعناهم مع بعضياتهم غادي يعطيونا اش؟ غيعطيونا 180. اذا ام او ان غادي تساوي 180 درجة ناقص 130 درجة، إذا تساوي 50 درجة. ألوغ الزاوية ام او ان القياس ديالها هو 50 درجة. السؤال الثالث كيقول هاد المرة هادي قال لنا إلا كانت الزاوية ا او بي، هي الزاوية ا او بي، هاد الزاوية كتساوي 89 درجة، شحال القياس ديال الزاوية بي او ان؟ بي او ان هاد الزاوية هادي بغينا نشوفوا القياس ديالها. كما كتلاحظوا لا الزاويه ا او بي لا الزاويه بي او ان فهما زاويتان سوسون دو زونغل سوبليمونتير دائما، يعني المجموع ديالهم غادي يساوي 180 درجه 180 درجه الى جمعناهم مع بعضياتهم. الوغ الزاويه اللي طلبوا منا بي او ان القياس ديالها غادي يكون كيساوي 180 درجة ناقص 89 درجة. إذا غنلقاو الجواب هو القياس ديال الزاوية بي او ان هو شحال؟ 91 درجة. السؤال الثالث كيقول إلا كانت الزاوية ا او بي، هي الزاوية ا او بي هاد الزاوية تساوي 89 درجة، شحال القياس ديال الزاوية ام او ان؟ هي ام او ان هاد الزاوية هادي. كما كتلاحظوا من خلال الشكل فالزاوية ا او بي كما شفنا في السؤال الثالث او السي، السؤال سي شفنا ان هاد الزاوية ا او بي مع هاد الزاوية هادي سون سوبليمونتير، ولقينا في هاد الزاوية هادي شحال؟ 91 درجة. وبما ان هاد الزاوية بي او ان اي ان او ام سون سوبليمونتير حيتاش الى جمعناهم غيعطيونا 180 درجة، اذا الزاوية ديالنا الزاوية ام او ان غادي تساوي 180 درجة ناقص 91 درجة. شحال غادي يعطينا هاد الفرق هذا؟ غادي يعطينا
89 درجة.